هاي القصة راح تخليك تخاف من خيالها. في سنة 2003 كان في بنت راجعة من الشغل للبيت، وهي طالعة على الدرج لاقت باب شقتها مفتوح، لكنها لاقت كل اشي بالشقة في مكانه، ما فيش اي اشي انسرق من الشقة. ولما تكرر معاها موضوع باب الشقة المفتوح، اشترت كاميرا وركبتها داخل البيت ووجهتها على الباب. وثاني يوم لما لاقت برضه باب الشقة كان مفتوح، راحت تشوف التسجيلات عشان تراجع الفيديو، ولقت في التسجيل انه باب شقتها انفتح ودخل منه رجل طويل ومرعب. والبنت من الخوف طلعت برا شقتها واتصلت على الشرطة، والشرطة لما وصلت طلبوا منها انها تهدى وترجع على شقتها. هم راح يحطوا لها برا على باب الشقة شرطي حاصر المكان. واول ما البنت دخلت شقتها وقعدت على سريرها عشان تنام، تذكرت شغلة مهمة، انه الرجل الطويل المرعب اللي شافته دخل شقتها ما شافته طلع منها. وفجأة حست في حركة مريبة بالغرفة وطلعت تتصرخ برا الشقة وتنادي الشرطة. والشرطة دخلوا غرفتها وفتشوها ولاقوا شخص مرعب معاه آلة حادة وكاميرا. فانتبهوا على حالكم.